لو عايز تخس بسيطة روح اعمل تكميم معدة، بس استنى قبل ما تاخد القرار ده اعرف ان احنا كلنا بندور على الطريق السهل المريح اللي من غير تعب. الحوار ده في اي حاجة في حياتك عموما، حتى لما بتيجي تعمل دايت اول حاجة بتفكر فيها انك تجري جري سواء على النت او الصيدلية عشان تجيب الكبسولة السحرية اللي بتنسف دهون البطن. وطبعا مفيش حاجة اسمها كده، لان ده اللي بيقنعوا بيه الناس. يبدأ يشتغل على عواطفك ومشاعرك والترند اللي هو الكبسولة السحرية للتخسيس او المشروبات والاعشاب للتخسيس، او اعمل عملية وخس بسرعة زي ما انا ما قلت في اول الفيديو. واعلانات كتير جدا من النوع ده منتشرة في كل مكان، وانت يا عيني ضعيف او غلبان ومش عارف خطوره ده عليك ايه، وكل همك انك تخس بالساهل. لكن لو قعدت مع نفسك 5 دقايق وفكرت فيها هتكتشف ان مفيش حاجه في الدنيا ملهاش ضريبه او ممكن اثار جانبيه. اي حاجه في الدنيا بتيجي بالساهل تاكد دايما ان هي لها ضريبه، ومش اي ضريبه، دي صحتك، دي كمان ممكن توصل ان هي تكون حياتك. طيب ايه هي بقى تكميم المعده؟ هي عمليه زي اي عمليه ودكاتره متخصصين بيعملوها، واكيد هم خايفين على صحتك. هقول لك ركز في الدقيقتين اللي جايين دول، لان مفيش حد هيقول لك الكلام ده. مبدئيا لازم تعرف ان تكميم المعده ينفع لشخصين فقط لا غير. اول شخص هو تابع مع دكتور تغذيه علاجيه متخصص في مجاله، واستمر على نظام غذائي وتعليمات من الدكتور ومشي عليها بالحرف، وماشي على النظام 100 100 لمده 5 ل 6 شهور كاملين، ووزنه نزل 8 كيلو او اقل خلال الفتره دي، او مؤشر كتله الجسم اللي هو البي ام اي اعلى من 42، وده رقم كبير جدا على فكره. في الحاله دي هو ممكن يلجا لطبيب. تاني شخص هو شخص عنده زياده كبيره جدا في الوزن وسمنه مفرطه، والسمنه دي مأثره على حالته الصحيه وممكن تعمل مشاكل خطيره جدا ممكن تؤدي للوفاه لا قدر الله، زي مشاكل في القلب او جلطه. فهنا تكميم المعده هو حاجه ضروريه عشان ننقذ حياتك. لكن لو انت مش من الشخصين دول فخلي بالك، انت لو عملت تكميم معده فانت كده بتعمل جريمه في حق نفسك وفي حق صحتك، اوعى تفكر فيها تحت اي ظرف. طب ليه بقول لك كده، وايه الاسباب اللي تخليني اقول لك الكلام ده؟ ركز كده معايا، هو ليه اصلا الناس بتعمل تكميم المعده؟ يعني ايه مميزاتها؟ اول واهم ميزه هو نزول الوزن بسرعه في مده قليله، بس احنا ما نقدرش نحدد كام كيلو هتنزلهم، لكن في عوامل بتاثر على حسب كل شخص ووزنه. لكن من المؤكد ان من 6 ل 8 شهور الوزن بينزل بعد العمليه بسرعه، بس كده مفيش اي مميزات تانية. طبعا انت هتقول لي هو ده اللي انا عايزه، ان انزل وزني بسرعه في مده قليله وارتاح باقي عمري للكرش اللي كان عامل لي ازمه في حياتي. هقول لك ان انا قلت لك المميزات عشان ازغلل عينيك، بس انا لسه ما قلتلكش العيوب والاثار الجانبيه اللي هتاثر على صحتك. عندك 8 عيوب لتكميم المعده. اول حاجه شحوب الوجه طول عمرك. 2 سقوط الشعر بطريقه رهيبه وهيفضل مستمر معاك. 3 حاجه حمض المعده عندك هيضعف وهيجي معاه ارتجاع مريء طول العمر، وبسبب ان حمض المعده عندك ضعيف ممكن تتعرض لمشاكل صحيه خطيره زي فرط نشاط البكتيريا الضاره في جسمك. رابع حاجه لما حمض المعده ده عندك ضعف فطبيعي انك انت هتمشي على فيتامينات ومكملات غذائيه طول عمرك عشان تعوض النقص في الفيتامينز. خامس حاجه ممكن لا قدر الله من 3 ل 5 سنين يجي لك التهابات شديده في المراره، ده غير حصوات فيها وممكن يؤدي لاستئصالها. سادس حاجه يحصل لك ضعف ووهن بشكل عام في جسمك كله، لانك اثناء النزول السريع هتخسر كتله عضليه كبيره، وما تجيش تزعل لما تيجي تبص على نفسك في المرايه وتلاقي ترهلات كتيره. سابع حاجه وده صدمه بالنسبه لك، في احتمال كبير جدا ترد الوزن اللي انت نزلته ده تاني بعد العمليه بسنه، وده حصل مع ناس كتير اعرفها شخصيا. وده بيحصل لانك انت فقدت كتله عضليه كبيره في فتره زمنيه قليله، وبالتالي حرقك هيقل جدا فوق ما انت ما تتخيل. وممكن تسال دكتور تغذيه لو انت مش مصدقني، لانك انت هتلاقي ناس كتيره جدا عاملين عمليات تكميم وبيتابعوا معاه. مش المفروض ان هم خلاص تخلصوا من المشكله اللي متابعين معاه؟ رقم 8 وانا قصدت ان انا اسيبها للاخر عشان اصدمك، انت هتمشي على نظام غذائي طول عمرك، بس ما حدش من الدكاتره اللي هيعمل لك العمليه هيقول لك كده. هو هيقول لك ان احنا بس هننضف لك اكلك وهنخليه شويه صحي، بس مش هيجيب لك سيره دايت من الاول، لانك انت اصلا هربان من انك انت تعمل دايت. اصلا انت رايح تعمل العمليه دي عشان ما تعملش دايت، فبالتالي هم عارفين ده كويس. بس انا برضو عايز اعمل تكميم لان عايز انزل الوزن ده بسرعه. بص انا هقول لك على حل بسيط جدا، هات ورقه وقلم وتعالى احسب معايا. لو انت قررت ان انت تسمع مني وتوفر فلوسك وتتابع مع دكتور تغذيه وتعمل دايت، شوف هتنزل قد ايه. السنه فيها 52 اسبوع، هنفترض انك انت مشيت على دايت وهتخس نص كيلو بس في الاسبوع. انت عارف في السنه دي هتخس كام كيلو؟ هتخس حوالي 26 كيلو دهون بدون ولا عمليه ولا ادويه ولا اي حاجه تضرك. طب لو انا كنت ملتزم شويه مع الدكتور والدكتور طلع شاطر شويه وخلاني اخس كيلو في الاسبوع، يبقى انت هتنزل في السنه حوالي 52 كيلو. ايه ده؟ يعني انا ممكن في السنه دي انزل ده كله من غير ولا ادويه ولا عمليه. بس انا برضو مش عايز افاجئك عشان اقول لك كل حاجه بصراحه، في اسابيع هتنزل فيها 2 و4 كيلو، واسابيع ممكن ما تنزلش فيها حاجه، والمرحله اللي جسمك ما بينزلش فيها دي بتبقى اسمها البيك ويك، واحنا بنقدر نتعامل معاها بطريقه معينه عشان جسمك يرجع ينزل تاني. بس المحصله في الاخر انك انت هتيجي على اخر السنه هتلاقي نفسك نزلت نفس الوزن اللي كنت هتنزله وانت عامل عمليه تكميم، او على الاقل قريب منه. لكن هنا بقى في فرق كبير، لو عملت تكميم وزنك هينزل وصحتك ضاعت طول عمرك، اما مع الدايت هتلاقي نفسك وصلت لنتيجه
نتيجه او نتيجه تقريبيه في نفس المده الزمنيه، وصحتك لسه كويسه وجسمك رياضي، ولا عملت بقى اي عمليه ولا خاطرت بنفسك ولا بصحتك ولا اي حاجه. افتكر دايما جملتي الشهيره: صحتك مش رفاهيه، صحتك حياتك. والناس اللي لسه ما تعرفش لحد دلوقتي، موجود بمتابعه تغذيه اونلاين سواء تخسيس او نحافه، بصمم لك نظام غذائي مفصل ليك انت مخصوص على حسب حالتك الصحيه، وده بنحدده على حسب وزنك وطولك وسنك ونسبه الحرق عندك ونسبه الميه والدهون والعضلات ومستوى النشاط بتاعك واستجابه جسمك لنزولك في الوزن. والمتابعه بتكون يوميه وفوريه. لو حابب تبدا معايا تواصل معايا على الواتساب عشان خاطري اخرج بره دايره الراحه. وافتكر دايما ان اي حاجه بتيجي بسهوله لازم تدفع لها ضريبه. وزي ما انا ما قلت لك، هات ورقه وقلم واحسب كده، لو نزلت نص كيلو اسبوع لمده سنه، شوف وزنك على اخر السنه هينزل قد ايه. الموضوع بس محتاج منك استمراريه، هو مش بيجي في يوم وليله. اوعى تستلف راحتك على حساب صحتك لان هي اغلى ما تملك. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير، ولو عندك استفسار اكتبه في الكومنت وان شاء الله انا هرد عليك. مع السلامه.